الاهداف في المباراه. تتسلم الكره تاني، بطن القدم اماميا من بشير التبعي، القميص رقم 6 والانطلاقه والاخطاء الكبيره في الدفاع الزملكاوي. هي والمرمى خالي. سموحه يتالق بالهدف الاولاني. يا ولد يا ولد يا ولد. انما صامويل انكوم او صامويل انفوم يعمل هديه جميله لاحمد بلال، ياتي في مرمى عبد الواحد. دي الكره الثانيه يا جماعه، في مشاكل بالجمله. اكيد كابتن عادل طعيمه، واكيد اللي عارف العليل وما بيصدقش التحاليل كابتن ايمن منصور، هو كمان هيكون لي كلمه وكلمه كبيره من خلال الخطا. والزمالك عنده فرصه مهمه، عندي احساس ان ممكن يكون التعادل ده، الله اعلم الله اعلم، ممكن تيجي وممكن تروح. الزمالك يبحث ان هي تيجي، خطيره جدا، جت خلاص. الاحساس حقيقي يا جماعه، الاحساس ما يخيبش، وجت عن طريق هاني سعيد، وكانت ممكن تكون النتيجه 2-1. اذا هاني سعيد اكن شاطها ايد ورجل، دي ايد ورجل، دي مش ايد بس او رجل بس، دي ملعوبه بالمقاس يا حبيبي بالمقاس. حسن ابو علي يلعب الكره ثانيه لمحمد عبد الشافي. وجه القدم جميله، شوف تحرك بدون كره، شوف حسين ياسر. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا معلم، ابعتوا له 100 قبله يا ولد. لا لعيب يا جماعه، لا لعيب. حضراتكم تذوق طعم المراره 6 سنوات. شوف التحرك يا عيني على الربط الجميل. انما لابد نشيد بمحمد عبد الشافي، احنا كمان ممكن نستناها معاه. محمد عبد الشافي هيسيبوها للادب، كره خطيره جدا، اتفاوت يا ولد. محمود فتح الله اللي غلطوا في الهدف هم اللي سجلوا الهدفين. انما انا شخصيا عايزه يروح وكل يروح معاه من اجل حب نادي الزمالك. الجناح الثاني مع الكره المصريه.